عليكم واهلا وسهلا بكم من جديد في بودكاست شيماز فويس. اليوم حاولت نجيب موضوع جديد، موضوع اللي ما عنده تشي علاقة بالحلقات اللي فاتوا، موضوع خاص بك انت وانت، موضوع عنده علاقة بالنفس ديالنا. كيفاش تصالح مع راسك، كيفاش تقبل راسك، كيفاش تثق في راسك. الحياة ماشي سهلة، الحياة فيها بزاف ديال الصعوبات، واحيانا هذيك الصعوبات كتخليك مضارب مع النفس ديالك. فخليكم معايا وخذوا نفس عميق، نبداو حلقة جديدة من بودكاست شيماز فويس، الصوت اللي غادي يوصلك للتغيير. الانسان اللي ما مصالحش مع راسه وما تهيقش براسه وما افتخرش بها غادي يلقى صعوبات كثيره في الحياه، وللاسف بزاف ديال الناس صعاب مع راسه وكتوصل بهم الدرجه يكرهوا راسهم. وانا على يقين على ان هاد الناس لو تحطهم الظروف قدام واحد الشخص اللي كيعاني من مشاكل وما قدرش يتصالح مع راسه، فانا على يقين 100% انهم غادي يواسيوه ويسولوه علاش هادشي اللي كدير، وبلي خاصو يتقبل الاخطاء اللي كيدير ويحاول يصلحها، حيت حب الذات هو الاصل، ولازم يبغي راسه ويبغي الاخطاء اللي كيدير ويبغي حياته، وانه الا ما بغاش راسه راه حتى شي حد اخر ما غادي يبغيه. لكن سؤال، هل الانسان في طبعه ملي كيجي عندك واحد الشخص مدمر سواء عاطفيا او داز من واحد التجربه اللي في الخدمه او لا شي بروجي اللي فشل ليه او لا في الدراسه، واش هذا الانسان اللي كيجي قدامك وكيطلب منك انه ياخذ واحد الوقت من حياتك ويشكي لك على الهم ديالو وانت كتعطيه الوقت والجهد وكيشكي لك همه وكتواسيه، ولكن مني كطيح انت في هذاك الموقف ما كتواسيش راسك؟ علاش هذا التناقض؟ علاش حنا كنكونوا متاحين للناس ولكن ما متاحينش لراسنا وما كنبغيوش راسنا؟ بطبيعه الحال انا متاكده ان بزاف الناس غادي يقولوا ملي الشخص كيبغي ياخذ نصيحه من شخص اخر هذا معناته انه كيثق في هذاك الشخص، وهذا معناته انه هو محتاج واحد الشخص اللي ما دخلش في هذيك القوقعه اللي انت فيها، كيشوف بطريقه مغايره للطريقه اللي انت كتشوف فيها، لانه انت ملي كتكون في هذاك المشكل ما كتكونش عندك امكانيه باش تحلو بعقلانيه، كتحلو بالعاطفه. الوغ كو هذاك السيد او هذيك السيده اللي كتكون انت كتمشي تطلب من عندها النصيحه او لا كتبغي المواساه من هذاك الشخص، فبطبيعه الحال كيقدر يعطيك نصيحه، ولكن هذيك النصيحه راه ماشي دائما كتكون نصيحه في بلاصتها، انما انت او لا انت هو الشخص الوحيد اللي خاصك تعرف شنو هي الحل ديال هذاك المشكل اللي انت قدامك. يعني انت اول واحد خاص يبغي راسو، انت اول واحد خاصو يتقبل الغلط اللي دار. انا اليوم في واحد المشكل غادي ناخذ واحد المده باش نكتئب على هذا المشكل، لان هذا حقك الطبيعي. دزتي من واحد المشكل عندك واحد الفتره ديال الحزن، من حقك تحزن على هذاك المشكل لانه بالنهايه انت انسان، ولكن ما تاخذش اكثر من المده اللازمه. ما تخليش الحزن يستولى عليك لدرجه انك ما تبقاش طايق راسك. يعني انت مع راسك ما حملوش، انت متحمل هم فوق الهم اللي عندك، لان تقبل الاخطاء ديالك وحب الذات هو اصل في هذه الحياه. الا ما بغيتيش راسك ما غاديش يبغيوك الناس، الا ما تقبلتيش راسك ما غاديش يتقبلوك الناس. الاكتئاب والامراض النفسيه اللي كنوصلوا لها في هذا المجتمع وفي هذه الحياه وهذه التراكمات وهذه المشاكل اساسها هو تقبل النفس، اساسها هو الصلح مع نفسك وتثق فيها وتعرف بانه ما عندكش اغلى واحسن من نفسك. واول حاجه غادي نهضروا عليها هو النقد الذاتي. النقد الذاتي هو طوق نجاة وحبل مشنقة، لانه احيانا الانسان كيكون اكثر منتقد لراسه، اكثر واحد كيعيش راسه في واحد القهره وواحد تأنيب الضمير، هو براسه معيش راسه في الظلام. ولازمك تعرف ان هادشي راه كينعكس على علاقتك مع الناس، لانه الا نقصتي من راسك حتى الناس غادي ينقصوا منك. المعامله بالمثل، لانه انت هو مرايتك، انت المرايه ديال الناس، كيف ما شفتي راسك غادي يشوفوك. رد بالك من هذاك الصوت الداخلي ديالك اللي كيقدر يوصلك للتهلكه. راه النقد الداخلي ماشي دائما كيكون بناء، وهذا الصلح مع النفس غادي توصل ليه في واحد النهار اللي غادي تحبس فيه المقارنه مع الناس، وغادي تقلب على طرق باش تطور راسك وتخلي هذيك المقارنه الخاويه اللي ما عندها حتى شي معنى، اللي ما عندها حتى شي هدف وما غادي توصلك لحتى شي حاجه. راه الارزاق بيد الخالق.
وتاني حاجة هو تقدير الإنجازات، يعني تكون من الناس اللي كتفتخر براسها، لأنه تقدير الإنجازات هو الحماس، هو المحرك الرئيسي ديال الجهد اللي بذلتيه، هو اللي كيخليك تحافظ على القيمة ديالك، على المجهودات ديالك، ونفسك واجب عليك تخليها تحس بأنها قامت بواحد المجهود وتستاهل التقدير. غالبا فاش كتكون داخل في النقد الذاتي والمقارنات مع الناس ما كتردش البال لهاد الإنجازات، ما عمرك ما كتفرح براسك، ما عمرك ما كتشوف أنك قدرتي تنجح ورا قدرتي تزيد لقدام. فرح براسك وقدر ذاتك واعطي راسك قيمة وافتخر بها، يكفي أنك درتي كاع داكشي اللي خاصو يدار وقدرتي توقف على رجلك، قدرتي على داكشي اللي أشخاص آخرين ما كانوش يقدروا عليه. كيف ما كانت النتيجة، المهم أنك بديتي. كاين الناس ما قادرينش يبداو، كاين الناس ما قادرينش يوصلوا حتى خطوة واحدة للأمام، ما قادرينش يديروها حتى ولا ما بانوش لك النتائج بالطريقة المزيانة اللي كنتي انت راسمها قدامك. راه كلشي في وقته، المهم هي الرحلة. دائما كنركزوا على داكشي الخاطئ، ما كنركزوش على المجهود اللي احنا درناه، ما كنركزوش على الحاجة الزوينة اللي وصلنا ليها. غالبا الناس كيركزوا على الفشل اكثر من النجاح. اوتوماتيكمون في دماغك كتقول انا درت واحد الحاجة فشلت، بما انني فشلت فانا انسان ماشي قد المسؤولية. لا، قول انا فشلت وشوف شنو هما النقط اللي فشلت فيهم، ووقف وقول الحمد لله اللي فشلت وتعلمت من هذا الدرس. اعطي لراسك قيمة وافتخر براسك كيف ما كانت النتيجة، فان النهاية كيكون ربي اللي كاتبها. النهاية عمرك ما كتكون انت اللي عارفها، لانه الغيب كيكون بعلم الله. وثالث حاجة هو الواحد خاصو يشوف الجوهر الداخلي ديالو. احنا عايشين في واحد الزمان اللي فيه المظاهر ولات عندها واحد الأهمية كبيرة، ولاو الناس كيشريو قيمتك بلباسك وبمظهرك وبنوع اللباس ديالك، واش ماركة او لا ماشي ماركة. خاصك تعرف ان المظهر ديالنا راه عمره ما كيحدد شكون انت، شنو قيمتك، شنو مستواك. قيمتك اخويا ولا قيمتك اختي في القلب ديالك، في الروح ديالك، في المعدن الاصيل ديالك، المعدن اللي ما كيغيروا لا شتاء ولا برد ولا ريح. معدن ابن معدن، تيكون معدن خارج من واحد الشجرة اللي كلها معادن، اللي كلها أسس، اللي كلها مبادئ، اللي كلها قيم. يعني تقدر اليوم تلبس لباس ماركة، ولكن تشاء الظروف وترجع تلبس لباس عادي، بس إنسان فقير وكنا فقراء تحت رحمة الله. ولكن قيمتك، الجوهر الداخلي، روحك، قلبك عمره ما هيتبدل، انت غادي تبقى هو انت. شوف في المراية وتقبل راسك، فما تكونش متأثر بعينين الناس، لأنه الناس كيشوفوا بعينيهم، ولكن انت الأهمية اللي خاصها تكون عندك هو نفسك. شوفني بعينك ولكن حس بيا بقلبك، شوفني بعينك ولكن قرأ وحس بالجوهر اللي أنا فيه. الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي. وآخر حاجة اللي هي اعتني بالنفس ديالك. 5 الحوايج اللي لازم كل واحد فينا يتعلمهم أو لا يديرهم في كل يوم، وكنتمنى أن الناس يحاولوا أنهم يخيروا غير واحدة في النهار، 2 في النهار يبداو. إذن أول حاجة غادي نهضر عليها هو التعلم. دخل شي معلومة لراسك، لأنه الراس ديال الإنسان أو العقل الباطني ديال الإنسان محتاج يتغذى، والإنسان في طبعه ملي كيدخلوا معلومات جداد والعقل ديالو تيخدم تيولي إنسان جديد، عنده طموح، عنده آفاق. تاني حاجة استمتع، عيش نهارك كيف خاصو يتعاش. خلي دائما هذاك الطفل الداخلي كاين حاضر، اسمع موسيقى، خرج مع أصحابك، ضحك، فرح، غير هو ما تتعداش الحدود، ما تاخدش وقتك كامل في الاستمتاع. قسم نهارك، كل حاجة في وقتها. ثالث حاجة هي صحتك، تهلا في صحتك. انت نقول الصحة كنهضر على 2 حوايج، الصحة النفسية والصحة الجسدية. أنا دائما من الناس كنقول تجيك في الصحة الجسدية
غادي تدوز شهر شهرين 3 شهور وغادي تعاود تصحح، غادي تبقى تضرك مع الوقت، ولكن ماشي مشكل، غادي تعايش مع داكشي. ولكن الا تهرستي في النفسيه ديالك الداخل ديالك، واخا شنو ما درتي ما عمرك ما غادي تجبر، واخا شنو ما درتي ما عمرك ما غادي تحس براسك مرتاح، لان هذاك الشيء كيعيش معاك. والمشكل انه كيعيش وكيولي يتجمع عليك، يعني كيتكمل عليك شويه بشويه. اذا في الواحد خاصو يرد بالو للصحه النفسيه ديالو ويخليها في يد الله، ما يحكرش كيف تنقولوا، ما يدير ستيلو حمر، يعيش ويخليها في يد الله. ما يشوف القضيه وصلت للنفسيه ديالو يبدلها، ما يبقاش في نفس الحاجه، يختار المحيط اللي غادي يخليه مرتاح نفسيا. رابع حاجه هو غذاء الروح. فاش كنهضر على غذاء الروح كنهضر على الدين، كنهضر على الايمان، كنهضر على الراحه النفسيه ديالك. كيف ما كان ديانت، الا كنتي مسلم فربي كيبغيك، لانه هما 5 صلوات وقران ودعاء كافي باش تغذي الروح ديالك. علاقتك مع الله علاقه مهمه بزاف، لانه هذيك هي العلاقه اللي كتعطيك الراحه النفسيه وكتعطيك واحد الاحساس وواحد الشعور بالاطمئنان، وان اي حاجه درتيها راه ربي معك فيها، وكيف ما كانت النتيجه كتقبلها وكتقول الحمد لله. فغدي روحك، لان روحك هي اللي غادي تخليك تزيد قدام، وروحك هي اللي غادي تعاونك. اخر حاجه الاحلام والاهداف. في تقريبا كاع لي فيديو ديالي كنقول بان الهدف ديالك في الحياه هو اللي كيخليك تستمر، هو اللي كيخليك تعرف قيمتك كإنسان. حياتك بلا هدف ولا حلم بحال شي واحد عايش بلا فايدة، ما عنده حتى شي حاجة يقدر يفيد بها لا مجتمع ولا راسه ولا أهله. فعيش حياتك بأهدافك وخلي الأحلام دائما معك، لأنه الحلم كيرجع هدف، والهدف كيرجع حقيقة بقدرة قادر. إلا وصلتي معايا لهذا الجزء من الفيديو بغيت نقول لك شكرا لك، وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبك. كنتمنى لكم كل خير، انتظروني في حلقة جاية إن شاء الله بإذن الله. الله يعاونكم.